يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل اي حاجة وقبل اي كلام نصلي كلنا على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله. طبعا هحاول ان اتكلم بالراحة لان في اكتر من حد علق لي على كام فيديو. حاولي تتكلمي بالراحة عشان خاطر نفهم انتي بتقولي ايه. اولا بعتذر جدا. ثانيا انا يمكن بطبيعتي اما بتحمس او بتكلم بسرعه فممكن تلاقوا كلام كتير اتاكل مني او ما فهمتيش، فحقك عليا. فانا هحاول مع الوقت يعني احاول اهدي من نفسي شويه، ان بطبيعتي مش من النوع اللي بعرف يعني يطول في الكلام وكده. تمام. اول حاجه كده من شفته كده، بدأنا اليوم من البلكونه، كنت غاسله للحافه وبدل السجاد. وبعد كده دخلت كده عشان احضر حاجه الاولاد بتاع الحضانه. عملت لهم فطار سندوتشات وقراص يعني ولبن، شربوا اللبن ومفطروش، فزودت في السندوتشات في اللانش بوكس عشان خاطر هم مفطروش. فحطيت لهم بقى حاجتهم وجهزت لهم اللانش بوكس ومش يروحوا الحضانه. كانت حوالي الساعه 8. هنا بقى كان عندي مواعين في المطبخ على بيات ما عملتهاش. كنت تعبانه، كان ضغط واطي وما قدرتش اقف بصراحه. فقلت بقى بعد ما امشيهم كده الحضانه باذن الله آه، اخد اليوم من اوله كده. تمام. فاخدت كده المواعين، قلت بقى اغسل المواعين الاول. وكان المطبخ زي ما انتم شايفين حالته سيئه للغايه للغايه حرفيا، مواعين بقى وحاجات كتير جدا عايزه تتنضف. المهم كده استعنت بالله وقلت بقى نبدأ يومنا بدري عشان خاطر انا من النوع اللي لو المطبخ نظيف بالنسبه لي الشقه كلها نظيفه، حتى لو الشقه بره مكركبه. طول ما المطبخ رايق والبوتاجاز نظيف وبحط فاضي بحس ان الشقه كلها حرفيا نظيفه. المهم كده اغسل المواعين. هما ما كانوش كتير بس كان شكلهم يوحى على كتير، شويه اطباق على شويه كوبايات على صينيتين 3 على حله. هما مش كتار قوي فعلا بس شكلهم في الحوض كتير. بس انا بحب بقى حته الرغاوي دي. كنت جايبه سبونشه جديده، كانوا التلاتة ب25. هي في اولها تقيله وانا من النوع اصلا اللي مش بعرف اضغط على عصب ايدك، يعني مش بتك، معرفش اعمل حاجه بعزمي يعني. فهي كانت تقيله فكانت متقله لي دراعي كده اول كام يوم. وبعد كده بقت كويسه يعني. هي حلوه جدا 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 وبتستحمل. 3 ب25 تحفه، على عكس اللي بتيجي يدوبك غسله واتنين وتلاقي ما فيش فيها سفنج اساسا. بس كده شويه المواعين دول وشويه الرغاوي دول بيغسلوني كده من جوه. وطبعا وانا واقفه بعمل الورد اليومي بتاعي، سواء بقى هسبح اصلي على النبي اذكر الله كتير جدا، ادعي ليا ولولادي ولجوزي براحه البال وحاجات كتير جدا كل نفسك فيه، لان كده كده العمل عباده. وطول ما انتي واقفه ما في تقولك انا ما عنديش وقت، لا احنا عندنا وقت طول الوقت، عندنا وقت ان احنا نذكر ربنا ونحمده ونشكره على كل حاجه في حياتنا. هنا كان الحوض بتاعي خلص، غسلت كل المواعين. طبعا لسه عايزه ابدا تنظيف الشتاء، مش قادره وما عنديش اي استعداد خالص لاي حاجه. والله العظيم السجاده على الارض، لا عارفه افرش ولا عارفه اعلق ستاره ولا عارفه اعمل اي حاجه خالص. مش عارفه في ايه، فربنا يعدها على خير. هنا كنت جهزت الغدا، عملت سمك مقلي وعملت رز بالبصل وعملت سلطه. كان فيه مخلل وخضره بس نسيت اصور الصراحه. هنا سمك شبار مقلي، ده كان حوالي كيلو ونص تقريبا. بس كده هنختم بقى يومنا بالمنظر الحلو ده. آه خلوة مع النفس كده، مع كوباية الشاي بتاعتك، كوباية القهوة بتاعتك كده، وافصلي شوية عن البيت والروتين والعيال وجددي طاقتك. وربنا يعينك ويعيننا جميعا على حالنا يا رب. اللهم امين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.